السلام عليكم متتبعين العزاز ديالي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، وكنتمنى هذا الفيديو هذا يلقاكم في تمام الصحه والعافيه. اليوم فيديو جديد ووصفه جديده. اليوم جيت نتقاسم معكم هذه الحلوه الغزاله وزوينه بزاف. الا جربتوها اكيد غادي تولي معتمده عندكم. مقاديرها بساطين وساهلين بزاف، متوفرين في اي بيت. غادي ندوز معكم المقادير والطريقه ديال التحضير اللي اكيد مقاديرها وطريقتها ساهلين وبساطين وكتوجد دغيا دغيا. هنايا غادي ندوز معكم مباشره للطريقه ديال التحضير. هنايا عندي 4 ديال البيضات، غادي نديرهم في واحد الاناء اولا المهم اي اناء نتوما كتفضلوا تخدموا به. هنايا استعملت القصريه. وبالنسبه للكميه ديال البيض فهي تقدروا تحتاجوا غير 2 ديال البيضات. انا هي عندي البيض اللي صغير بزاف، يعني اضطريت انني نضاعف الكميه ديالو. فلا كان عندكم نتوما البيض كبير ديروا غير 2 ديال البيضات فراه كافيكم. وغادي نستعمل واحد القبيصه ديال الملحه وجوج ساشيات ديال الفاني. هنايا الفاني تقدروا تضيفوا غير ساشيه وحده. الا كنتم بغيتو تعززوا ديك النكهه ديال الفاني راكم غادي تزيدوا الثانيه كما درت انايا هنايا. وحيت انايا هاد الحلوه هادي غادي نضيف فيها واحد ياغورت بنكهه الفاني. داكشي علاش بغيت نزيد النكهه ديال الفاني تكون كثيره. صافي هنايا كاس ديال السكر سنيده. بالنسبه لهاد الكاس هذا راه غادي تجيكم الحلوه ديالكم شويه مسوسه. الا نتوما بغيتوها تكون زايده شويه في الحلاوه اولا تجيكم يعني في الطعم ديالها تجيكم حلوه، فغادي تزيدوا اما نص كاس اما ربع كاس. كما قلت لكم انا قياس ديال الكاس ديال العنبه جاتني شويه ناقصه في السكر. انا بغيتها تجيني ناقصه حيت غادي نزيد عليها كونفيتور من بعد. غادي يجيني الطعم ديالها هو هذاك. الا نتوما كتعجبكم الحلوه تكون زايده شويه في الحلاوه فزيدوا واحد ربع كاس او نص كاس. هنايا كاس ديال الزيت. بالنسبه الا نتوما زدتوا هذاك ربع كاس ديال السكر سنيده حتى الكاس ديال الزيت غادي تزيدوا ربع كاس، يعني كاس وربع. كاس ديال السكر سنيده مع كاس ديال الزيت ديال بعبار كاس العنبه. كنتو غادي ديروا كاس وربع ديال السكر سنيده غادي ديروا كاس وربع ديال الزيت، يعني دائما كتعادلوا الكميه ما بين الزيت والسكر. صافي هنايا كما كتشوفوا ضفت هذاك الياغورت ديال الفاني. لانكم نتوما ضفتوا الساشيه ديال الفاني غادي تضيفوا ياغورت ديال الفاني باش كتبقاو دائما في ديك النكهه ديال الفاني. هنايا ضفت 2 ديال المعالق ديال النشا، كيعطيوها واحد الهشاشه وواحد الطراوه غزاله لهاد الحلوه ديالنا هادي. وكانوا هادو هما المقادير ديالنا، يعني ما كايناش شي حاجه اللي هي كثيره وما كايناش شي حاجه اللي مكلفه وغاليه. غير البيض صراحه اللي غالي راه ولا طالع في الثمن. صافي هنايا غادي نحرك مزيان حتى كنحس بهذوك الحبيبات ديال النشا اختفاو لينا من العجينه دي عفوا من الخليط ديالنا. هنايا غادي ندوز للدقيق. هنا الدقيق عندي 800 غرام ديال الدقيق. نقدر نقص نقدر نزيد على حساب هذاك النوعيه ديال الدقيق عندي، واش كيشرب واش ما كيشربش. هنايا البنات غادي نحتاجوا العجينه ديالنا تكون طريه، تكون مازال واحد شوي كتلتصق في اليدين حيت هي اصلا كتنشف واحد شويه. نتوما حاولوا تخليوها واحد شويه مرخوفه. كما كتشوفوا انا هنايا كنزيد شويه بشويه الدقيق وكنجمعها بيديا حيت كنخاف لا نزيد الكميه كتر من القياس وتخسر ليا العجينه ديالي. هنايا ضفت 2 ديال الخمارات. هنا البنات هاد الحلوه هادي فانتوما كديروها غير صغيره، ولكن ملي كتدخلوها الفران كطيب كيضاعف الحجم ديالها على 2. كتولي كبيره كما شفتوها في بدايه ديال الفيديو كتبان كبيره، ولكن انا في الاول ملي درتها كانت صغيره. هانتوما غادي تشوفوا هنا ملي بديت كنشكلها راه صغيره، ولكن ملي كتدخل الفران فهي كيضاعف الحجم ديالها. هنايا جبت واحد الصفيحه ديال الفرن لبستها بالورق ديال الطبخ. كيبقى اختياري وانما كيكون زعما زوين في الطياب. صافي هنايا كنكورها تكوير عادي بحال كنقادو ريشبوند. الحلوه العاديه راه كلشي كيعرف يكور الحلوه. صافي هنايا غادي نكون كملت الصفيحه الاولى. وراه الصراحه كتعطي كميه كبيره، واخا مقاديرها بساطين ومقادير زعما ماشي شي كميه اللي هي كبيره، ولكن كتعطي زعما واحد الكميه لا باس بها. هنايا البنات راه ملي كتكونوا كتقبوها راه ما تجيو تكملوها حتى تلقاو هذوك الحلوه ديالكم الاولى تسدوا ليها دوك التقابي حيت بحال كترجع. فهمتوا؟ حاولوا تقرصوها واحد شوي
ودخلوها للفران، قرصوها بيديكم واحد شويه ودخلوها للفران، راه غادي تطلع لكم في الفران. شوفوا كيفاش كتولي الحبه ما شاء الله كتولي كبيره. هنا كنت صافي كملت كاع الكميه اللي عندي، وهنايا غادي ندوز باش غادي نزينها. شوفوا البنات هنا كتبان بحال راه هادوك الاخرين مازال ما طايبينش، ولكن راهم طايبين ومحمرين من التحت. شوف هذه اللي تسنيتها باش تحمر ليا من الفوق صدقت محروقه من التحت. ما تحتاجوش انكم غير تشوفوا لي بدات كطلع عليها الصفوريه من الفوق، عرفوها راها طابت. وعرفتي البنات في الفران كتشوفوها ولات خفيفه، كتهزوها في يديكم ما كتحسوش بالحبه ثقيله، كتحسوا بها خفيفه ريشه، وكتجي مهويه من الداخل وزوينه. هنايا عندي الكونفيتير ديال الفراولة أولا الفريز ولا مهم أي كونفيتير عندكم، أي كونفيتير كتفضلوا. أنا هنايا كان عندي هداك ديال ليسيا كانوا فيه القطع ديال الفريز باينين، شديته هكايا صفيته ومزيان صفيته هكا حتى ما بقاوش دوك الكتل باينين، واستعملته باش ما يديرش ليا هادوك القطع ديال الفريز على الحلوة ديالي صافي. وكنديرها في الكوك، عملية اللي ساهلة وبسيطة. ما كتطلبش شي مجهود اللي كتير، غير هي شوية شوية كتاخد الوقت في هاد العملية هادي. وراه طبيعة الحال اي حاجة زعما عشقناها وبغينا نديروها راه ضروري ما غنصبروا ليها واحد شوي حتى نكملوها. فهي غير في هاد العملية هادي اللي كتحتاج شوية ديال الوقت. هي زوينة تشربوا بها اتاي، زوينة بحال كلا مع القهوة كتجي غزالة وزوينة بزاف. وعلاش لا هكا تعطيوها للوليدات ديالكم يديوها للمدرسه، راه حتى هي راها زوينه وما دايرينش فيها شي حاجه اللي مضره. صافي هنا كملت كاع هذيك الحلوه ديالي في الدهين كما كتشوفوا، كتجي زوينه وغزاله بزاف. غير هي البنات خليوها تبات حتى الغد ليه كتلقاو هذيك الحلوه ديالكم شربات داك الكونفيتور ولات رطبه وزوينه. صافي هنايا عندي هاد الفواكه الملونين المعسلين، غادي نديرهم في هذاك الثقب اللي كنا درنا في الاول. صافي هنايا البنات واحد الاضافه، هذاك الثقب ملي تحلوا الفران على الحلوه ديالكم تبان لكم راها بدات طالعه كطيب، حاولوا تعاودوا تقبوها باش حيت راه اصلا كتسد هذيك التقبه في الفران كتسد. انا غير قلت لكم هادشي اللي درت منين حليت الفران لقيتها قريبه تسد، وهزيت واحد كاير شي عود ديال شي سباتولا ولا ديال شي جراره اللي عندكم، وعاودوا تقبوها باش ما تسدش. المهم صافي هنايا كنت كملت كلشي. صراحه جا المنظر ديالها غزال، وكان هذا هو الشكل النهائي ديال الحلوه ديالي. كنتمنى تعجبكم وتنال الاستحسان ديالكم، وما تبخلوش عليا بالتعليق ديالكم واللايكات ديالكم. الا كنتي اختي اول مره كتشوفي القناه ما تبخليش عليا بالاشتراك وواحد التعليق واللايك للفيديو. وما تنسوش تبارطاجيو لي الفيديو مع الاهل والاصدقاء ديالكم. نشوفكم فيديو الجاي ان شاء الله. دمتم في رعايه الله وحفظه، نتلاقاو في وصفات جديده، مع السلامه.